مساء الخير أو صباح الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة الفيديو بتاعنا مفهوش وصفة، هو مختلف شوية. آه، في أهم المشتريات أو الأدوات اللي المفروض تكون موجودة في مطبخك لو انت حابة ان انت تتعلمي تزيين التورت في البيت، أو حتى ان انت تبتدي ان انت تتعلمي وتتقنيها كبداية لمشروع وباب رزق فيما بعد. هقولها لك النهاردة بالأسعار وأسمائها، وطبعا المكان اللي تشتري منها. فلو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي يوستينا، تابعيني على قناتي وعلى صفحتي على الفيسبوك باسم المطبخ اخواتي معتينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. أول حاجة هنا عندي ده دقيق الاسبونج، اللي هو الدقيق اللي بيكون مخصص لصناعة التورت، اللي هو بيكون الاسفنجي ده اللي احنا زي ما بنشتريه من المحلات يعني. ده بيكون جاهز، بنشتريه من أي محل بتاع مستلزمات حلواني. ما فيه كل حاجة، فيه السكر وفيه الدقيق وفيه المواد الرافعة بتاعته والمحسنات. يعني كل نص كيلو منه بس بيتحط له 6 بيضات ونص كوباية من المية. طبعا لو هو مش متوفر في البلد اللي انت فيها، تقدري ان انت تجيبي من السوبر ماركت، بيبقى فيه عبوات مكتوب عليها كيك اسفنجي. بتقدري تجيبي الكمية اللي انت حباها على قد مقاس الصينية اللي انت عايزاه، وبتتبعي التعليمات الموجودة على العبوة. تمام. ده النص كيلو منه عامل حوالي 35 جنيه. طبعا في منه كاكاو، والكيلو بتاع السبونج الكاكاو عامل 72 جنيه. ممكن تجيبي فانيليا بس وتحطي معلقتين كاكاو وتشيلي معلقتين دقيق منه وتستخدميه عادي. الحشوة بقى بتاعة الكيك بتكون أشهر حشوة اللي هي كريم شانتيه. ده نوعه المتحدة. تمام. ده تقريبا أنضف نوع موجود في السوق. ده خام من غير إضافة أي سكر. بيتعمل بمية عادي، كل كوباية منه بتتحط عليها كوباية مية. وده تمنه الربع عامل 75 جنيه. ممكن نلاقيه في بعض الأماكن أقل أو أزيد جنيهات فحسب المنطقة. ودي بودرة كريم لباني، اللي هي عاملة زي الكريمة ستايل اللي بتكون في السوبر ماركت، بس دي بتكون أرخص شوية وبتدي كمية كبيرة. ده عامل حوالي 60 جنيه للربع. تمام. ده برضو ماركة المتحدة. طيب أنا بصوا هنمشي مع بعض كده بالترتيب. احنا قلنا الكيك والحشوات بتاعته. طبعا في حشوات تانية غير دي، منها موز فانيليا وشوكولاتة، آه، فراولة يعني. بس دول أشهر الحاجات اللي احنا بنستخدمها لحشوة الكيك. طيب احنا كده بقى يعني هنمشي بالترتيب. عملنا السبونج، هنحطه في ايه؟ هنحطه في الصواني. شايفين دي الصواني المخصصة للكيك اللي هي بتكون مرتفعة بالشكل ده. دي تقريبا مقاس 16 بيعمل 95 جنيه، وكل ما بتعلي في المقاس بتزيدي 5 جنيه في كل مقاس. تمام. تجيبي بقى المقاسات اللي انتي تناسبك. انا جايبة مقاس 18 ومقاس 24. طبعا لو عندك حلة شبه الشكل دوت وتكون مستوية من القاع بتاعها تقدري تستخدميها، او ممكن القوالب المسطحة اللي هي بالشكل ده. ده مقاس 30 في 40، تقدري ان انتي تعملي فيها الكيك. وتجيبي القاعدة بتاعت المقاس اللي انت حباه، وتقصي الكيك على أساسها، وتعملي عدد الطبقات اللي انت حباه. وال ال ال يعني الحكاية دي طبعا ممكن تكون أسهل، وتقدري ان انت ما تهدريش برضو فيها خامات. طيب بعد ما خبزنا الكيك بنحتاج ان احنا نقطعه. انا ماشيه معاكم اهو بالترتيب. بنقطعه بايه عشان يديني طبقه، كل الطبقات قد بعض والطبقه تكون مستويه مش حته نازله وطالعه. ده المنشار المخصص للتقطيع بتاع الكيك. تمام. هو درجات، بيبدأ من أول درجة 8 دي أقل درجة فيه، وكل ما بنعلى يعني مثلا 9 10 كده كل ما القطعة بتكون أكبر. تمام. يعني الموضوع إيه بالعكس. طيب ده سعره عامل حوالي 80 جنيه. طيب لو احنا مستغلينه أو مش حابين نشتريه، ده البديل بقى اللي هو الطرنش أو السكينة المشرشرة اللي هي بتكون طويلة دي. أهم حاجة إن هي يكون يعني ليها طول، بحيث ان هي تقدر تدخل جوه التورته، ونقدر ان احنا نطلع القطعه تكون مستويه. و يعني السكينه توصل لها كلها. تمام. وزي ما قلت لكم تمن المنشار 80 جنيه. طيب هنوزع بقى الكريمه. هنوزعها بايه؟ دي اكياس حلواني استخدام مره واحده. الكيس فيه حوالي 25 كيس، وتمنه حوالي 35 جنيه.
ممكن نستخدم أكياس تلاجة لو هي أوفر بالنسبة لنا، وطبعًا الأكياس دي نقدر نستخدمها كمان في إن إحنا نعمل روزيتات. وأنا نسيت أقول لكم أهم حاجة، دي القاعدة الدوارة أو المتحركة اللي إحنا بنحط عليها الكيك وبنبتدي إن إحنا نلفه عليها، أو نلف الكيك وإن إحنا نبتدي نسويه عشان يدينا الطبقة اللي بره بتاعته تكون ملساء. أهم حاجة إن إحنا نجيب القاعدة بتاعتها تكون عريضة كده زي ما إحنا شايفين، ما تكونش أرفع من كده، عشان لما نيجي نلفها التوازن بتاعها يكون حلو، ما يقعش من عليها التورتة. طيب إحنا بنجلس التورتة بإيه؟ بالسكرابر اللي إحنا شايفينه ده. طبعًا دول 3 أو 4 مع بعض، في منهم مستوي وفي عامل زي أسنان المشط اللي هو بيدّي زي زجزاج كده على الكيك من برّه. دول تمنهم 35 جنيه، والقاعدة بتاعة الكيك تمنها 95 جنيه. طبعًا في stainless من الscraper دي، يعني ممكن يعني شيّالة ونستخدمها كمان في إن إحنا نساوي بيها التورتة، وأنا في رأيي إن الstainless هتكون أفضل وعملية أكتر يعني. وتقريبًا سعرها عامل 80 جنيه تقريبًا. تمام. بنوزّع كمان بقى الكريم شانتيه من برّه بالسباتيول دي سباتيول سليستين. المفروض إن هي الشكل الشائع بتاعها إن هي بتيجي معاها 3 أحجام و3 أشكال، يعني في منحنية زي كده، وفي straight مش منحنية. ولكن أنا بصراحة ما فضّلتهاش أوي، كنت حابة إن الحجم بتاعها يكون أصغر شوية، بحيث إن هي تكون سهلة عليَّ في الاستخدام. فلو أنا هارشّح لكم اسباتيول، هاقول لكم تجيبوا واحدة ما تكونش كبيرة أوي، وتبقوا تجربوها الأول تمسكوها في إيدكم، لو حسيتوا إن هي مرتاحين فيها تقدروا تشتروها. ودي عاملة 50 جنيه الاسباتيول دي. دي ألوان بقى جل طبيعية، دي اللي جايبة لون بينك ولون baby blue، دول تقريبًا أكتر لونين شائعين، وتمن العبوة 17.5، هو ماركة ماجيك. نقدر نلوّن بيها الكريم شانتيه ونستخدمها. وفي ألوان زيت لتلوين الشوكليت اللي هي البيضا، عاملة 30 جنيه. دي شوكولاتة سما أنا جايباها عاملة 30 جنيه، حوالي 200 جرام. دي طبعًا نقدر إن إحنا نعمل بيها بقى الجناش بتاع الشوكولاتة، أو حتى نبشرها ونزين بيها، يعني براحتنا. طبعًا ده نوع حلو ونضيف. تمام. دول بقى إيه، ده اسمه توبر كليرك. تمام. ده مكتوب عليه كلمة happy birthday. ده بيتحط في التورتة بيدّي منظر حلو، وبديل طبعًا لعجينة السكر، ده عامل 30 جنيه. أي شكل منه ليه أشكال كتير طبعًا، بس كان أي شكل منه بحوالي 30 جنيه. ودول عندي هنا دول اسمهم ويفر غذائي. بصوا على شكل النجوم اللي هي بتاعة ملكة التلج. أنا بفضلهم عن عجينة السكر بصراحة، بالذات لو عيد ميلاد أطفال أو كده. دول عمليين وبيتاكلوا، وعجينة السكر في الآخر ما بيبقاش ليها طعم وبتترمي. دول عاملين 6، عاملين حوالي 35 جنيه. هما 6 وحدات، 3 أبيض و3 لبني. طبعًا لو حابين تستخدموا عجينة السكر هي تمنها حوالي 50 جنيه، وفي قطّاعات خاصة بيها للأشكال دي تقدروا تجيبوها. وفي مولدات على فكرة برضه للشوكولاتة، تقدروا إن أنتم تسيحوا شوكولاتة وتحطوها فيها وتطلّع لكم أشكال حلوة للشوكولاتة برضه، يعني زي ما أنتم حابين. دي طبعًا بتتلزق على التورتة من برّه، على الكريمة بتاعة التورتة من برّه. تمام. ممكن تتلزق ويبقى معاها التوبر، في توبر كده برضه ورقي بيتطبع على ورق كوشيه، بيبقى تقيل شوية الورق دوّة وغير قابل للأكل طبعًا. ممكن يتحط ونعمل mix ما بينه وما بين التورتة، يعني أفضل من عجينة السكر. عندي هنا دي الsticks بتاعة الكيك بوبس، اللي هي بتكون متواجدة أكتر في عيد ميلاد الأطفال. دول بصراحة كانوا تمنهم 35 جنيه. أنا طلبتهم، والصفحة اللي طلبت منها عملت لي خصم واديتهم لي هدية. آخر حاجة بقى، وده اختياري لو انتي مش حابة تستخدميه بسبب ان هو يقال ان هو ليه اضرار كتير، بلاش. ده محسن جل. انا جايبة ربع كيلو وحفظته في علبة تلاجة كده وغطيته بكيس كويس. ده بقى وظيفته إن هو بيخلّي التورتة تكون هشة. يعني لو أنتِ هتعمليه سبونج بيتي وهتستخدمي، أو هتعملي جاتوه في البيت مثلًا مش بدقيق سبونج، فهتحطي معلقة منه هيخلّي لِك الكيكة ليها قوام إسفنجي وحلو أوي. ده الربع منه عامل 45، ماركة بونو.
والجالون بتاعه عامل كيلو عامل 140 جنيه. فطبعا لو انتي مش عامله مشروع في البيت وجايباه استخدام شخصي، فهفضل ان انتي تشتري الاكياس او تشتري السايب. ولو اكياس فهو الكيس عامل حوالي 7 جنيه ونص. تمام. مش عارفه، تقريبا كده انا قلت لكم كل حاجه. ناقص الأقماع. طبعا الأقماع دي انتي بتشتريها حسب بقى التزيين بتاعك. يعني انتي بتشوفي شكل الروستات اللي انتي حابة تعمليها على التورتة، وشكل الوردات اللي انتي بتفضليها وبتشتريها. القمع بيتراوح من بين 25 جنيه ل30 جنيه سعره يعني. تمام. وبيكون استانلس. بس كده، يا رب أكون فدتكم. طبعا دي مش كل الحاجات، يعني التزيين والحاجات دي بحر ومليانة حاجات كتير جدا، بس دي تقدري تقولي ان دي أهم المشتريات اللي انتي تقدري تجيبيها في الأول. وبس كده، وأشوفكم على خير.